بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن أعضاء ومنتسبي جهاز الحرس البلدي جبل الأخضر بتاريخ 13/8/2013 في توجهنا الدورية إلى شارع الأخضر تم ضبط حلواني وتم ضبط المواد الآتية في الحلواني. جميع المواد التي تم ضبطها هي مواد غير صالحة للاستعمال البشري. أولا من هذه المواد الشمع، وهو شمع صناعي بمشتقات نفطية يدخل في تركيبة الشوكولاتة اللي هي يقوموا بتزيين الحلويات بها. ثانيا أصباغ غير مرخصة ولا تحمل أي رقم مجهولة الهوية. كذلك زيوت نباتية، هذه الزيوت عينات منها صالحة طبعا صلاحيتها منتهية. كذلك الشوكولاتة يستعملوا فيها يكيسوا فيها من غير صلاحية، تصنيع محلي طبعا، وداخل فيها الشبح. هذا الشمع اللي هو مش صالح طبعا لاي استعمال بشري، شمع المشتقات النفطيه. ضيف على ذلك طبعا مجموعه العمال اللي وجدناهم ما يحملوش اي شهادات صحيه، بالاضافه عدم ارتداء الزي الرسمي اللي هو البالطو اللي يستخدم في مجال صناعه الحلويات والاهمال العام في النظافه بشكل عام. هذين الطواجين الخاصه بتحضير الحلويات. هاي شوف ايش نشوفها كم معنا. طبعا نضيف على ذلك هذين الاواني يقوم بتحضير الخميره والمواد المعجنات فيهن. شوفوا على الكاميرا هنا. شوف هذه طبعا خميره، هذين السمن والزبده اللي تدخل في تحضير الحلويات. هذه الشوكولاته طريقه يعني مش صالحه للاستعمال. هاي شوف عينه منها أنا. الشوكولاتة، هذه الشوكولاتة. هاي شوكولاتة عينه منها. تمام زيادة. طبعا هيك على ذلك الصحة العامة في الحلواني هذه كانت صفر، بكل القمامة متكومة أكوام على المصادر بتاعت الشغل اللي يشتغلوا عليهم. العمال اهمال في النظافه، لا شهادات صحيه لا جوازات لا اقامات. حاليا ما اثبتناش اي حاجه حسب ما يقولوا هم مع صاحب الشغل. نرجع يعني نستدعوا صاحب الشغل وتبينوا منا يعني عدم صحه الكلام هذا اياي، او اذا كان اثبت عندهم الكلام هذا اياي. تمام. ضيف على ذلك القضيه اللي نعود عليها وناكد عليها هي استعمالهم للشامع هذا اياي، هي ماده خطيره اللي هي الماده هذه ماده شامع، هذا مشتق نفطي. نحن ننبه الساده المواطنين اذا يعني طلعوا على التقرير هذا اياهي انهم ينتبهوا المواد هذه ويأكدوا عليه ويأكدوا على صلاحيته. ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع.